مساء الفل ومساء العسل، انا معاك. لا انا طول عمري الشجاع اللي يعرفني يعرف ان انا على طول في الوش. لا انا النهارده مثلا ايه يعني هبدا بعصام الحضري. ليه بس؟ اصل عصام ليه اكثرهم اثاره للجدل. انا ليه انا كابتن عصام مش عارف انت عايز ايه. انت عارف المثل بتاعنا او الاغنيه تقول لك يا حلو قول لي على طبعك ما نمشي عليه. قول لي انت عايز ايه. احلى طعم لاجمل ابتسام. هذا من الشبكه يا حضري. يعني تخيلوا واحد قاعد في برنامج تلفزيوني، قاعد في برنامج معنا، المفروض بيعمل ايه يا عصام لما يكون جالس بيحلل؟ يحلل. انا فاتن قوي. تتوقع انك تشوفه على قناه ثانيه في نفس اليوم؟ يا عم ده متسجل الله يهديك. خلونا نشوف. اهو ده وش تليفوني. مش نفس الصوره؟ مش نفس الصوره؟ والله ما تليفوني ده. انا كان جدي الله يرحمه كان ياخدني تحت ما اعرفش بيسموها، ما اعرفش انا هقولها بس ما اعرفش بقى. زي الجاموسه والبقره. نعرف. كان عندي جدي ياخدني يقعدني بين رجله والجاموسه ينزل منها اللبن في بقي دايرك. عارف اللي هو انا بتكلم، انا مش عارف بتكلم بقول ايه. مش عارف بتكلم بقول ايه. انت عارف ان الحضري بخيل جدا. اه والله جدا. عارف عنده عزومه تضحك، عنده عزومه سمك وجمبري مثلا بقى لها 18 سنه من يوم ما بدا الكوره. عمل مطعم وعزمني، دفعت الحساب. حاجه غريبه جدا. اوعى تنسى لازم تيجي الافتتاح. قلت له حاضر يا حضري، جاي حضري. رحت يا عم وقعدت وبتاع، فشربت مش عارف ايه، وبعدين انا ماشي في الواد اللي ايه، قلت له قال لي الحساب. ازيك يا عصام؟ نشط اكرم. لا نشط اكرم. لا 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 لا، ايه اللي جاب ده بقى؟ نشط اكرم. تعتذر اذا غلطت؟ لا عمري في حياتي. قال لي هني، قال لي شوف المجلس ما في زعل. والله يكون دايما تتذكر نشر. شوف ها، وهذا دليل على الكلام. ها هو عايز يتكلم عن المدير الفني ويديله كل التقدير. احنا كلنا قلنا لمدير فني محترم وبيتكلم بهدوء وبيتكلم بكل حاجه كويسه. ما يجيش بقى يقول لك ايه احسن زي في الخليج، ده مدرب جارديولا. ما يقولش. مش عارفه هو قال كلمه خوف وخفرع وعصام الحضري ولا لا. تقريبا ما اتقالتش في الفيديو ده. حبيبي اسطوره زي كده، خوف وخفرع ومنكره والحضري. انت مش اسطوره طالما بتتكلم بهذا الشكل، فانت مش اسطوره. بديت تنغر شوي. سيب الطلعه دي بقى الكابتن الفريق. في بلدك بس يا حبيبي، في بلدك بس يا حبيبي، حبيبي في بلدك بس. منو؟ وانت بلدك بس. وانت وين؟ ما تتكلمش. انت ما اخدتش اصلا كاس اسيا. منو؟ اقعد ساكت. وانت بتشتغلني يا رجال بشتغل. انت اخرك حاجه بتطلع من كاس اسيا من دور 8 ودور 16. انت ولا ايش؟ انت هتشتغلني. انت اسطوره في العالم ولا ايش؟ في العالم. لا ماشي منه هذا الكلام. انت هتهزر. ده واخد 2 في 4-2 وواخد 2 في 4-3 وواخد 1 في 4-4. ده هو ده اكتر واحد. هو اكتر واحد. انت فاكر المسؤولين في النادي الاهلي هم اللي جابوني؟ ده عصام الحضري اللي هو كان هيموت ويجيبني على كابتن. شفت شايل ازاي؟ الكرة تتشط هو ما بيلمسهاش، تبقى داخله الجون فجأة تعمل كده من غير ما يجي ناحيتها، راح تيجي كده الكرة خلاص داخله اهي، هو ما بيتحركش خالص، بس كده طالع كده. يعني مثلا ما فيش اسطوره ثانيه حوالينا هنا. عصام الحضري باعنا وراح باعنا. بص هقول لك حاجه. لو هم عايزين يمشوني ومانو جوزيه مش عايز يمشيني مش همشي. والعكس لو مانو جوزيه عايز يمشيني وهم رافضين همشي. I know what he said. هو عارف هو قال ايه؟ That's because I put the question I won't talk about Adari. عشان كده هو قال مش هيتكلم عن الحضري. Adari é o Pinóquio egípcio. الحضري زي البينوكيو بتاع مصر. You know Pinóquio? بينوكيو. When they lie, the nose. بينوكيو اللي هو الولد العروسه ده. Adari is a big liar. هو المشكله انه ما بيقولش الحقيقه، بيكذب. É mentiroso. بيكذب. O Adari foi sem dizer nada a ninguém. هو راح من غير ما يقول حاجه لاي حد، ولا ليه ولا لرئيس النادي.
عصام الحضري، عندك الشجاعه ان تعترف بالخطا على الهواء مباشره وتوجه رسالتك الى جمهور النادي الاهلي والى مجلس الاداره. كابتن انا قبل ما حتى انت بتقول انا اعترفت، وده مش عيب لما اعترف بخطئي. نعم. وانا قلت في بدايه كلامي انا بعترف بخطئي وعارف ان انا اخطات في حق ناديه. نعم. في حق مجلس اداره، في حق جماهير النادي الاهلي، جهاز فني ولاعبين. وده اي واحد ممكن بيغلط، او نعم. في اي واحد، حتى موضوع الواحد لو بيعد فلوس بيغلط فيها. نعم. وانت اكتر واحد بيعد فلوس ما شاء الله، يعني جميل. واللي هي الأهم لما انا حتى لو سافرت وطلعت قعدت اسبوع وغلطان وشخصيه مش كويسه، يا عمي لو انا حتى شخصيه مش كويسه وطلعت اسبوع ورجعت، ويا عم وطلعنا اعتذرنا، عاملونا حتى كذا. في لعيبه سافرت بره اسبوع ورجعت لعبتها ماتشات. ده ابراهيم سعيد ومحمد شوقي. محمد شوقي. نعم. هنفتح الموضوع ولا بلاش؟ قول كلمتين عشان الناس تفهم بس اللي سامعها. احنا لما اخدت خد بالك واحنا لو اتكلمنا هنختلف. لا ما حاجه نختلف. لا عشان الناس سامعاه لازم يكمل. لا هو الموضوع اللي انا لما سبت، يعني حصل الموقف انا ما كنتش خلاص مش عايز اكمل مع المنتخب الاولمبي، اتكلمت مع مستر ميكالي وبعدين كلمت مع بركات. عصام الحضري ساب منتخب مصر الاولمبي قبل اول مباراه رسميه ليه بشهر من غير ما يقول لحد حاجه خالص. يعني انا سالت بركات، سالت حازم، يا جماعه الراجل ده اتكلم معاكم في حاجه؟ لا، ده هو انا خلاص انا رايح سوريا. فانا طلعت بحكم عملي الاعلامي قلت رايي. مش معقول ان انت تعمل حاجه غلط ومش عايز حد يتكلم. عرض تاني فمشي. يعني انا يعني مش عارف انا. بس انت كان تليفونك مقفول. ماشي. طيب انت فاهم؟ فهي جت من هنا. عصام بيتكلم بناء على ان انا كنت عارف وانا بتكلم ان انت ما كنتش تعرف. ان انا ما كنتش اعرف لحد ما الفيصل في الموضوع ده هو خالد، صح كده؟ يا خالد مساء الانوار. معيش خالد ولا حاجه، انا بضحك عليك. مستنيين اصلا والله. انت كنت هتريحنا كده. جبار. خدي. هتجاوب يا عم، هتعمل كل حاجه هتجاوب. معلش اصل انا بحب اهرش كده دايما. انا بقول هرش كده. كان في حاجه اسمها القناه الثالثه، في كاميرا اسمها كاميرا في الملعب. كاميرا في الملعب مع كابتن حازم الشناوي. كابتن حازم الشناوي. عايز كابتن عصام برضه الجمهور ما يعني مش عايز يشوفك وانت كده، فتقول ايه للجمهور؟ بقول يعني احنا ما حدش والله قادرين، يعني احنا عملنا اللي عندنا كل اللي عندنا يعني يعني في الماتش ما حدش قادرين، ويعني احنا زعلانين ان الجمهور ده طالع ان هو زعلانين نقول كتير ما يفرحش. كابتن عصام تحب تهدي اي رساله لاي حد قبل ما نختم؟ كل يوم بتحط نفس الحاجه، كل مره بتحط نفس الحاجه. عايز اقول لك كابتن ميدو، انت سافرت كتير وحققت بطولات كتيره، بس الا الطلعه ديت وعايز اهديه هديه تذكره لروسا، ان هو بدل ما هو قاعد في البيت يجي يتفرج عليا. جت في قلب التلفزيون ده.